دارت هيدي يعني. الله أعلم. يلا يا ميسر كل أمر عسير. صوت الصدى. شو بسمي البرنامج أنا؟ سمعني سكوتك لتكمل ساعتها. يا تبع بالأنالية. خليل أنت عم تحكيني شي خيا؟ يا تبع بالأنالية يا أبو الحسون. أيوة استوديو مسكون. لك هون نستنى هات. مش واصلهم كهرباء كيف عم يحكيني؟ ألو مين معي؟ معك عبد النعبود مدير الإذاعة. لا أستاذ، شو ندير الإذاعة؟ أنت لحالك بتديرها أستاذ، أنا موظف هون. أنا قصدي إنه أنا مدير الإذاعة. عفوا أمر أستاذ. ليك نحن هون بإذاعة، مش على التيك توك. نحن بدك تنتبه لي على خارج حروفك. ايه نخارج حروفه؟ لا لحظة شين ريح التننر هون. تننر؟ لا ما تخاف أستاذ، ولو معك حدا حيالله أنت، لا ما تعتل هم، حط إيديك وإجريك بمي باردة. تنين. لا الخميس البرنامج أستاذ بس. طمني عن شو الحلقة اللي حنلها؟ حكي عن الشيعة؟ شو؟ مش أول حلقة البرنامج؟ ايه معروفة، أول حلقة بكل البرامج اللبنانية بيحكوا عن الشيعة. هيك بنجيب ترند وبينقسموا الناس نصين، ناس بيحبونا وناس بيسبونا بس اثنيناتهم بيعملوا شير. هلا هي وقفت على أول حلقة، هي كل الحلقات يعني، بس إنه أستاذ أنا النص بالنص عندي إيه مبلا جايب سيرة الشيعة عام. جايب سيرة الشيعة. برافو باي. يا الله معك. لكن بلش. مرحب مستمعينا. بعد شغلي. نعم. طويلي اسم الإذاعة. بعتذر منك والله، شو هالاسم المر هو ها. يا عيون. هالإذاعة عاملينا لجماعة سردينا مش كل ساعة عجينا وعجادلنا مشينا. هلا انت مشينا. تحية وتحيات وتحايا لكل الزملاء في الإنسانية. كنا نقول بالموسم الثاني من بالأملية عبارة الزملاء في الوطن. عتبوا علينا متابعين من البلاد العربية، مع أنه نحن بنعتبر أنه بلاد العرب أوطاني وكل العرب إخواني، يعني كمان أصلنا بيكون الوطن العربي، بس على قاعدة الناس صنفان، أخ لك في الدين ونظير لك في الخلق. بحس الزمالة بالإنسانية هي اللي المفروض تحكم علاقتنا إن شاء الله يعني. بس قبل زميل كرمال نضل حبايب يعني ونفوت بغمار الموضوع أكتر، عليك باللايك. هذا الزر اللي عامل هيك اكبسه، كبسته هيك منبلش على نظافة. وين كنا؟ وكون الشيء بالشيء يذكر، شو يعني أصلا زمالة بالوطن؟ هو بكل بساطة إيمان مننا إنه طالما نحن عايشين على هيدي المساحة الجغرافية ذاتها، وبتربطنا هوية وحدة ولهجة وحدة مفروض، وبتربطنا كتير قصص بين بعضنا يعني. الأكل مثلا. الأكل؟ لك ايه تبولة كبة نية شوربة فتوش بطاطا. الأكل بقصد أكيد أنا هون الثقافة، لأنه طبعا الأكل هو جزء مهم من ثقافة أي شعب، بس شوربة وفتوش وبطاطا يعني هو الكومبينيشن هيدي رمضانية بس. طيب عال، طالما في عنا هالقد مشتركات بين بعض وبعد في كتير يعني لا يسع ذكرها، منين طالعين اللي بهيدي بيشبهونا وما بيشبهونا؟ عم نسمع كتير بالإعلام مؤخرا ومن كذا سنة يعني إنه يابا هود الجماعة ما بيشبهونا، ما بيشبهوا لبنان. هلأ شيلوا عجنب كل شيء اسمه مشتركات بين اللبنانيين، إذا المقصود هو الشبه الكل الكلكلي يعني كلنا كلبنانيين لازم ساعتها نروح على نفس الديسكو، أو كلنا لازم نلبس نفس الكوستيم. تخيل الشعب كله لابس نفس الكوستيم وعليه هذا البادج هون أرزة. ساعتها يا عزيزي، ساعتها بس منبطل نشبه لبنان. ما فلقتوا راسنا من نحن وصغار لبنان بلد التعدد، وللأمانة هيدي من الاشياء النادرة اللي صدقوا فيها معنا بالمدرسة، انه نحن بلد التعدد، 100 ملة و100 اتجاه و100 طيار. هيدا لبنان، فسيفساء ملزقة ببعضها ومشكلة وطن. الفسيفساء اللي ما بيعرفها هي هيدي الحجارة الصغيرة الملونة، عرفتوها اياه؟ بينعمل فيها هيك اشكال ورموز يعني، واللي ما بيعرفها يروح على بيت الدين بيعرفها لحاله. هي اللي بتحكم وضعه لهالبلد، يا أما مرتبين ومنظمين
بشكل عاملين تحفة فنية، يا اما محطوطين هيك كيف ما كان. هلا نحن فسيفساؤنا مش محطوطين كيف ما كان، بس تقريبا عاملين شكل مهرج انه طبيعي الاختلاف ببلد مثل لبنان، طبيعي الاختلاف. طب ليش الخطاب الانعزالي بقى؟ هيدي نحن وهن ومجتمعنا وبيئتنا مع العلم مجتمعنا على مساحة 10452 كيلومتر مربع، هيك بعرف أنا شو عادة ما بدأ. ولكن انتبه، مش عم أقلك أنا تعيشها وتنافي وتفوت بحالة إنكار وإنه يابا ما في شي، كل الناس بتحب بعضها. لا، في طائفية بالبلد، في كتير، وفي تعصب وفي نفاق، قد ما بدك في نفاق. وفي عندك هيدا اللي مفكر العيش المشترك مختصر بانه اذا قال اسم الطائفة لازم دغري يلحقها بكلمة الكريمة، وبيقولها هيك بلزق بعضها كمان ما حدا يقطع له اياها. الطائفة السنية الكريمة، الشيعية الكريمة، المارونية الكريمة. هلا بتلاقيه عادي بيحكي نحن وهن وبيقول رح ياكلونا. ممكن تلاقيه عم بينمط منطقة كاملة بانه النعانيع او زعران او ارهابية، بس مستحيل ما تلاقيه عم بيقول الطائفة الدرزية الكريمة دغري وراها. ريس، نعم. شو بك خيي بعد ما حكيت عن الشيعة؟ استاذ عم بتشوش علي، نحن على الهوا. خليل نوقف لحظات مع الاعلان وبنرجع لكم. استاذ ما بصير عم بتشوش علي، نحن على الهوا. بعدين شو قصتك انت ما قلنا شيعة وسنة وكريمة وقلنا كل شيء يا خيي. حول الله. خليل لك فيك تسمعني شو عم بيطلع اعلانات عنا على الاذاعة؟ زينب حسين علي حسن، امرأة تحدت محيطها وتمردت على المألوف وتحررت من الحياة البائسة التي عاشتها، قريبا في برنامج صنوبر بيروت على إذاعة صوت الحقيقة. تحقيق استاذ انت معي بعدك؟ شو صوت هذا اعلان برنامج اذاعة تاني عنا؟ وإذا شلته للإعلان بتعطيني أنت $50؟ لا حقك بس عم اقول لك انه هذا انه ترويجيا مش منيح بحقنا. يعني انا دارس ترويج وبعرف يعني بلا دارسها، مش عبالنا دارس اعلام انت؟ حقول لك انا لما رحت على الجامعه قلت لهم بدي سجل اعلان، حطوني ماركتينج نصيب. لا لكن خليل نرجع لموضوعنا. اهلا وسهلا فيكم مره جديده. وين كنا عم نحكي عن ما بيشبهونا. لا نحن بنشبه بعض كتير، وهيدي معلي خلي المستمع والمشاهد العربي يعرف طبيعتنا هون بلبنان كيف. نحن بنشبه بعض اكتر ما بنتصور. يعني المتعصب مثلا بتلاقي منه وين ما كان، بكل دين بكل حزب بكل منطقه بيشبهوا بعض المتعصبين. والازعر القلاوي موجود وين ما كان بكل المناطق ومن كل الاديان اللي ما خصوا فيها طبعا. والهبل موزعين على كل الاحزاب. الهبل بيجمعون، عرفت كيف؟ بس هو اللي صاير انه كل جهه بتسلط الضوء على الهبل اللي بالجهه الثانيه. اما العيش المشترك فمش مثل ما فهمانين البعض. يعني فعندك هيدا اللي ما بيشرب حرام بس عنده رفيقه بيشرب عادي، فهو شو بيعمل؟ يزود اللحمة الأهلية معه لرفيقه بيشرب معه. يا عيون يا ابني اسمه عيش مشترك، يعني فتش على المشترك. انت بتشربش، هو اخر همه شربوا عصير. خيي اثنيناتكم تشربوا عصير. طيب العصير انت عزيزي بيمشي حالك بشطافة وبدونه، بس زميلك بالوطن ما بيمشي حاله، ما بيقدر. ركب له اياه للسايبة وما تصطعه، ما طالبين منك تصطعه، وهيك بيصير الحمام مشترك. اما التاني يعني زميلك بالوطن صايم عن اللحمة، تروقوا فول. خيي يعني ضروري تروقوا سودا نية للزلمة؟ ما بيمشي العيش المشترك إلا هيك. يعني لا هو لغاك ولا أنت لغيته، لا أنت أسلمت ولا هو تنصرن، لا أنت تدرزنت لا هي شو ما بتزبط الأرزن لك. أصلا شو هو الانفتاح وتقبل الآخر غير إنك أنت تحترم ما يعتقد. وإذا شغلة ما مأثر عليك بس إنه مأثر عليه، بعد عنها الساعة ساعتين اللي بالشهر تبعك ويمكن بالسنة، ومن بعدها كفي حياتك طبيعي. أما المستمع العاقل الحبوب أبو عيون جريئة راقب منيح حركة الميديا والنيو ميديا، يعني التواصل الاجتماعي نحن عليه هلا، خاصة ما هو تابع لمؤسسات معروفة والسبونسر كل الوقت. شوف شو المواضيع اللي عم بيركزوا عليها سوا والمواضيع اللي عم يغفلوا عنها سوا، وقارن مع أرض الواقع. هل عن جد مثل ما مصورة الميديا؟ بحياتك ما تتأثر من صورة نمطية عبر الإعلام. روح زور كل هالمناطق. عم بحكي مع كلكن، أنا كلكن يعني كلكن، مش رح تلاقي إلا أوادم وزعران، بس وحياتك على الغالي الأوادم أكتر. وهلا شو استفدت أنا من كل هالخطاب؟ وين الشيعة؟ احكي عن النداولة، نشينا.
استاذ خلاص ما تعتل هم الحلقة الجاي في ضيف جاينا ضيف وشيعة القلسطة يعني. بنرجع إلك زميلي. بالنهاية زميلي بتشكرك انك دونا عن كل من يدونون افكارهم على هذا الفضاء الافتراضي قررت تسمعني. ما تنسى اللايك الشير وتعليقك لو حبيت والسبسكرايب طبعا. واذا عجبك المحتوى قول لرفقاتك يتابعوا القناة. بس اذا كنت شايف انه المحتوى لا يستحق النشر او صوت المذيع مش اذاعي او ملاقي الديكور مش ولا بد مشينا. ليش تاركنا وقاطع فينا؟ بسيطة هلا مشينا.